يا اهلا وسهلا، السلام عليكم. احنا النهارده لسه واصل لنا من شويه موتور اي كيو سي. الاي كيو سي كالعاده يعني المشكله بتاعتها الطبيعيه ان فيها مشاكل في الموتور الامامي والموتور الخلفي، عامله ريكول لاخر 2019 واول 2020. للاسف الموتور ده اضطرينا ان احنا نجيب موتور وارد الخارج، لسه جاي من المانيا، لسه واصل اهو من المطار دلوقتي، واحنا حاليا بدأنا نجهز عشان نرفع الموتور، وان شاء الله هنشتغل بكره. بس هقول حاجه بعد اذنكم، هو طبعا الموتور جاي استعمال الخارج. طبعا احنا بنفحص الموتور هناك من طرفنا وبنتاكد كويس من سلامته، وبنشوف كمان الهيستوري بتاع العربيه اخبارها ايه هناك، العربيه وضعها ايه، كان فيها مشاكل في المواتير ولا هي كانت مثلا عامله حادثه او حاجه، وبنبدا ناخد الموتور بعد ما نتاكد كويس جدا من سلامته. الحمد لله الموتور ده تمام. احنا قلنا بس نقول لكم الحاجه وهي داخله ان شاء الله، وده يعتبر تقريبا اول عمليه استيراد لموتور بالكامل، موتور كهربي. هنبدا نشتغل عليه بكره باذن الله ونوريكم هو بيعمل ايه في العربيه، ويا رب نكون عند حسن ظن الناس بينا ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. دي اخر حاجه بتتعمل في المرسيدس اي كيو سي الكهربائيه بالكامل، وهو تزويد سوائل التبريد بتاعه العربيه. هي دي اخر حاجه الحمد لله. احنا ركبنا الموتور وكان لينا سابق فيديو وضحنا فيه موتور العربيه اللي جه من الخارج وتم تركيبه بالكامل. نحاول نوضح لكم في صور سريعه كده ايه اللي كان بيتم في تركيب الموتور. واحنا دلوقتي بعد زيادات سوائل التبريد هنبدأ نجرب العربية، وربنا ييسر الحال إن شاء الله وتبقى النتائج كويسة وتنول رضا العميل. يلا بينا. السلام عليكم. واخدين بالكم يا جماعة، هي يعني احنا هنا شايفين زيرو فولت، مفيش أي مسج خاصة بأي عطل بالعربية. هنبدأ بقى كده نسوق ونقول بسم الله بعد ما كان فيها مشكلة خاصة بكهربة الموتور ومغيرين موتور. احنا سايقين على الماكسيمم رينج. الماكسيمم رينج زي ما قلنا قبل كده ان هو بيقلل وظائف خاصة بالتكييف وكل مستهلكات الطاقة اللي في العربية، وبتخلي أداء العربية موفر للطاقة أكتر. ماكسيمم رينج طبعا ده مش هيبين لنا أكتر قوة المواتير أخبارها إيه وأداء العربية عاملة إزاي. احنا ممكن نزود شوية ونخلي مش الايكو، نخليه كومفورت، لا هنخليه سبورت مود. السبورت مود سحب المواتير بيكون ازيد، وكمان التحميل بيكون على مواتير الدفع الكلي للعربية، يكون مواتير الامامي والخلفي يشتغلوا مع بعض. احنا لو ركزنا هنا في لوحة العدادات سرعات العربية لازم نزود شوية. تمام، احنا كده وصلنا الار بي ام 80 90. خدتوا بالكم من سحبة العربية طبعا انطلاقها بيكون اشد بكتير مع تشغيل المواتير الامامية والخلفية. العربية الهورس باور بتاعها عالي جدا. اي كيو سي اعتبر من العربيات الرياضية والكوبي كمان. برضه نعمل تجربة اداء سريعة اكتر من كده. كان مهم جدا اختبارات الموتور قبل ما يركب الاول وبعد ما ركب. طبعا كان في شويه اختبارات خاصه بقى بسوائل التبريد الخاصه بيه، شويه اختبارات كده خاصه بالتسريبات وضغط الهواء جوه الموتور قبل التركيب. ده بعد ما تم تشييك على الموتور هناك الاول في بلد المنشأ. احنا جبناه من المانيا، فنختبر الموتور الاول ثم بعد كده نشحنه بطريقه معينه لحد ما وصل مصر. وبعد كده فتحناه قدام حضراتكم وتمت بقى يعني منظومة كاملة بتشتغل عليه. فحص الموتور الأول جوه وبره، توصيلاته مطابق ولا لا قبل التركيب ثم بعد التركيب، ثم اختبارات القيادة على الواقف. احنا دورنا على الواقف الأول، طبعا حركة وميكانيكا الحركة والكهرباء كمان.
نعمل برضو خطفة كده تانية. شوفوا الار بي ام هون، يعني ما شاء الله العربية 100. يعني تقريبا العربية جابت الماكسيموم يعني سبيد بتاعتها في اقل من 5 ثواني. اداء العربية بصراحة في السبورت مود مفيش احسن من كده. يعني الحقيقة أنا قد إيه ببقى مبسوط وسعيد جدا لما أكون عميل قلقان من حاجة كمان بتكون غامضة، راكب عربية زي الاي كيو سي مليانة رفاهيات، مليانة سيفتي. منظومة السيفتي هنا عالية جدا، ادابتيف كروز كنترول حساس جدا هنا، واخد باله العربية، واخدة بالها من كل حاجة، واخدة بالها حتى من الحفرة اللي على الطريق مش المطب وبس. بتتعامل مع اللي حواليك بمنتهى الحذر، تاخد بالها من كل حاجة، بتهدي، حفاظ على المسار، لين كيب اسيست ممتاز، حساس جدا فيها، مساعد القيادة عامة ممتاز جدا. لكن احنا الحقيقة النهاردة اللي يهمنا اكتر هو اداء المواتير واستجابة العربية، علشان خاطر نقول للناس يعني يا ريت الموضوع يبقى مطمئن، والتعامل مع العربية الالكتريك ما هواش معقد، وركوب العربية الالكتريك ما هواش مخاطرة ولا حاجة، بل بالعكس راحة بال كبيرة، واكتر منها هو وفر بشكل اقتصادي. ازاي تقدر توفر في الوقود، ازاي تقدر توفر في الزيوت، في المستهلكات، في كمية كبيرة من المستهلكات مش موجودة، تكاد تقريبا تكون مش موجودة. منظومة العادم، المارش، بوجيهات، احتراق داخلي، بساتم، فلاتر طبعا زيت، فلاتر بنزين، كل ده مش موجود، وكل ده بيريح كتير العميل. بالتالي العميل اللي بيسوق كهرباء ما اعتقدش ان هو هيغير تاني البنزين بعد الكهرباء. دواسة الطاقة، استجابة بتاعتها السريعة، بتقيس برضو قوة دفع الموتور في ثواني قليلة. طبعا المناورات، الصوت اللي احنا سمعناه ده لين كيب اسيست، العربية بتخلي بالها من الجنب يمين وشمال، منتهى الحساسية ومنتهى الانتباه، سريع جدا، بتاخد بالها بسرعة جدا. طبعا وزن العربية تقيل بسبب استابيليتي، ده غير وزن المواتير. طبعا انا بنقل لكم تجربة، العربية كانت تقريبا متوقفة، كان فيها مشكلة كبيرة، موتور عربية مش موجود فيه، موتور عربية مش موجود منها هنا في مصر، فده ممكن يقلق بعض الناس. دي دعوة للناس انها ما تقلقش خالص. موتور وعلى فكرة الاي كيو سي من العربيات اللي فيها كنترولات كتير، وهي معقدة، ضفيرة معقدة، وعدد كبير جدا من المديولز من الكنترول اللي موجود كتير، حاجة و50 كنترول في العربية. ومع ذلك الامور لما بنمشي على الكتاب وبنشوف الخطوات ونشوف الامور بتمشي ازاي، فما بتبقاش الحكاية صعبة. اشكركم، متشكر جدا ليكم، اسف على الاطالة، وان شاء الله نتقابل في حلقات جاية. تحياتي ليكم، السلام عليكم.